السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من قناة محمد الحجاج عاشق الكيان، ونقدم فيديو جديد وحلقة جديدة. موضوع الحلقة: عاقل نجم الزمالك يناشد وزير الشباب للتدخل الفوري السريع. وبيتسو موسيماني يهدد النادي الأهلي بتقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. قبل ما نبدأ حلقتنا، فضل وليس أمر تعمل لايك للفيديو ومشاركة للقناة وتعلق بذكر الله، وعلى بركة الله نبدأ حلقتنا. عاجل تدخل الفوري والسريع. نجم الزمالك السابق يناشد وزير الرياضة لإنقاذ النادي. ناشد أيمن يونس نجم نادي الزمالك السابق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتدخل السريع لإنقاذ النادي الأبيض في ظل الأزمة التي يعاني منها. ويعد نادي الزمالك في الوقت الحالي بدون منصب رئيس للنادي بعد عزل مرتضى منصور من منصبه، وتحديد انتخابات جديدة للنادي على منصب الرئيس والنائب خلال شهر أكتوبر المقبل. وقد كتب أيمن يونس عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: أناشد السيد المحترم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بالتدخل الفوري السريع لمساندة نادي الزمالك في محنته. وأضاف نجم الزمالك السابق: وعلى جميع أبنائه ونجومه ورموزه ومحبيه وعشاقه الحقيقيين المساندة بشكل إيجابي فعال. كل الخير لنادينا الحبيب في المرحلة القادمة المهمة صعبة. ويعاني نادي الزمالك في الوقت الحالي من أزمة مالية كبرى، ولم يستطيع قيد لاعبيه في القائمة الأولى إلى الآن بسبب عدم دفع المديونيات للاتحاد المصري لكرة القدم، علاوة على وقف القيد بسبب مستحقات نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي والغاني أتشيمبونج لاعب الفريق الأسبق، وإبراهيم أنداي حق رعاية وادي دجلة. بيتسو موسيماني يهدد النادي الأهلي بتقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ورغم أنه يحب الأهلي لكن يفضحه في كل مكان. منذ فسخ عقده مع الفريق الأول لم يتوقف المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني عن الحديث عن مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي الأهلي السعودي في كل مرة يظهر فيها أمام وسائل الإعلام المحلية والعالمية. بيتسو موسيماني رحل عن الأهلي بنهاية الموسم الرياضي الماضي 2022-2023 بعد أن نجح في قيادة الفريق الأول للتتويج بلقب الدرجة الأولى والعودة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين مجددا. وأكد بيتسو موسيماني في تصريحات مع صحيفة عكاظ اليوم السبت على حبه الكبير لقلعة الراقي، لافتا إلى أنه سيظل الفريق الأقرب إلى قلبه في المملكة العربية السعودية. وأشار المدير الفني جنوب إفريقي إلى أنه عمل في ظروف صعبة للغاية مع النادي الأهلي الذي أصبح يصرف الآن بالملايين ويضم أفضل اللاعبين العالميين بين صفوفه. وأضاف بيتسو موسيماني: لذلك لست مضطرا في كل مرة أظهر فيها للحديث عن مستحقات متأخرة، فرئيس النادي الأهلي يعرف كيف يتصرف،
وفقا لمبادئ الاحترام في كرة القدم والإنسانية أيضا. ووجه بيتسو موسيماني رسالة إلى قلعة الراقي قائلا: أنا مدرب كبير، والجهاز الفني الجديد للفريق سيستكمل العمل الذي وضعت أسسه في الموسم الرياضي الماضي. جدير بالذكر أن بيتسو موسيماني هدد بتقديم شكوى رسمية ضد النادي الأهلي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا حال عدم الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة. قبل ما نختم حلقتنا فضلا وليس أمرا تعمل لايك للفيديو ومشاركة للقناة وتعلق بذكر الله. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من قناتكم، قناة محمد الحجاج عاتق الكيان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.